السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت نشارك ونحكي معاكم هكا في موضوع صغير، يخص الأمهات، اللي هو يتمثل في تربية، يعني وكيفية التعامل مع صغيرك. آه، بالحق حسب ما قاعدة نشوف وقاعدة نرى في برشا أمهات، مثلا صغيرها يبكي، تعطيه البورتابل. عليه تعطي فيه في البورتابل؟ حاجة هذيك راهي تضر، راهي بالحق أخطر حاجة يمكن ينجم يتعرض لها الصغير هي البورتابل والشاشات بصفة عامة. بار اكزامبل انتي مثلا عندك صغيرك أقل من 8 سنين عمره، يعني تحل التلفزة قدامه ما يجيش، ما تحلش التلفزة مادام هو عمره أقل من 8 سنين، ما تحلوش التلفزة. كي يرقد صغيرك اوكي، تحب تتفرج برا تفرج على روحك. خطر بالحق راهي الحاجة ديك تضر الصغير على الاخر. الصغير لازم هكا 8 سنوات الاولين لازم هكا يعيش مع العائلة، لازم هكا يكون في اطار تربوي جميل ويعني هكا يحس روحه في دفء عائلي. ان شاء الله يا ربي هكا كلامي يوصل لبرشا امهات. ونعاود راهو التليفون راهو مضر برشا لصغيرك، راهي كارثة بالحق على الصغير. البورتابل بالحق يا امهات نحوا التليفونات على صغاركم، خلوا صغاركم يعيشوا معاكم. بربي وبالحق راهي تربية الصغار تتطلب برشا صبر وبرشا حب، والصغير هكا ديما يحتاجك قريبة منه باش يحس بالأمان. حاولوا تفهموه وتسمعوه، وردوا بالكم من كلامكم قدامه، خاطر راهو بالحق يتعلم كل حاجة منكم. الصغير يتعلم من أمه وبوه، الكلمة اللي تقولها أنت يعني خايبة يعودها هو، التصرف اللي تتصرفه أنت خايب باش يعاودوا هو. دونك أنت تحاول هكا تتحكم في أعصابك قدامه، حاول تكون كلامك سمح قدامه باش هكا يتعلم منك كان الحاجات الباهية، ما يتعلمش الحاجات الخايبة. وراهي المدرسة الأولى للصغير هي الأم بالحق. الأم تعلم صغيرها كيفاش يكون، كيفاش يحكي، كيفاش يعني تصرفاته تعتمد على الأم. طريقة بسيطة تفرحوا بها صغاركم، تخلوا بها صغاركم ناجحين، انكم تتحكموا في اعصابكم. وتخليه بالحق، تخلي الصغير عنده ثقة في روحه ويكبر على اساس قوي. وان شاء الله يا ربي يفضل الامهات الكل ويرحم الامهات المتوفين. وهذا يعني الميساج اللي حبيت نوصله. ان شاء الله معناها برشا امهات يعني يعرفوا قيمة صغارهم، ويعرفوا اللي صغارهم محتاجينهم برشا. وصغيرك راهو عليك انت، يعني انت اللي تخليه يكون نابغة ولا تخليه يكون تحت الصفر. بالحق انت اللي صغيرك يعتمد عليك، انتي لازمك تكوني الاساس متاع صغيرك وللعيلة بكل بصفة عامة. لازم الام هي تكون الاساس متاع الدار. ما تنجحش العائلة يعني بأم هكا مستهترة تعطي البورتابل لصغيرها، يعني ما يهمهاش في صغيرها، مش هكا وكلته هك شربته يعني هك قمت بواجباتك وكل. لا، صغيرك لازمه تربية على قاعدة، لازمه يعيش الحياة مثلا اللي عشتها انت قديمة، مثلا من غير بورتابل ومن غير حتى حاجة. اوكي عايشها لصغيرك توا، خاطر الصغير لازمه يعيش هكاكا، ما لازموش يعيش بالبورتابل وما لازموش يدخل هكا الانترنت في عمر صغير. اني نصحتكم ان شاء الله هكا تكون النصيحة عجبتكم، ومرحبا بكم في قناتي. وهكا كان عجبك الفيديو ما تنساش باش تعمل لايك واشتراك.